الله الرحمن الرحیم. الولايه احسن و اعلى و افضل درجات الايمان. كلمة النعمة والنعيم في الثقافة القرآنية بمعنى الولاية. لتسألن يومئذ عن النعيم يعني عن الولاية. فإذن الولاية أفضل من الصلاة والصوم والزكاة والحج على تعبير مولانا وسيدنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام حسب الرواية المذكورة في كتاب الكافي الشريف بقلم الكليني رضوان الله عليه. فإذن الولاية أعلى درجات الإيمان. ولكن كيف نوالي ولينا؟ كيف معنى الولاية؟ أذكر لكم أمثلة ثلاثة وأنتم تعملون القران والمقايسة بين هذه النماذج. النموذج الأول سيدنا مالك ابن حارث الأشتري النخعي كان وليا لأمير المؤمنين، كان مواليا بتمام معنى الكلمة، ولكن كان يأتمر بأمر المولى، كان ينتهي بنهي المولى. حينما يقول الإمام له روح يذهب، حينما يقول له قف يتوقف. اطاعة محضة عن الولاية. هذا مصداق أول. وسيدنا مالك حينما استشهد على بوابة مصر في منطقة قلزم وصل خبر استشهاده إلى أمير المؤمنين في الكوفة، بدأ الإمام يبكي بكل وجوده وكان يقول مالك وما مالك، أنت لا تعرف من هو مالك، والله لو كان جبلا لكان فندا، لو كان حجرا لكان صلدا، إلى آخر كلام المولى النير الهادي. أما نموذج الثاني سيدنا عمار ابن الشهيدين ابن ياسر وسمية. عمار ابن ياسر كان مواليا لأمير المؤمنين ولكن أعلى من درجة ولاية مالك. كان لا ينتظر كلام الإمام حتى يقول له الإمام يا عمار افعل كذا أو لا تفعل، لا، كان يستشم رائحة كلام الإمام، كان يشعر بأن الإمام يريد كذا، كان يشمر عن صاعديه ويعمل. فبعد استشهاده في حرب صفين الإمام كان يتأسف على فقدانه وكان يقول مالك وما مالك عفوا، وكان يقول أين عمار أين عمار. هذا التعبير لخاصة عمار بن ياسر. هذا نموذج ثاني. النموذج الثالث سيدنا أبو ذر الغفاري الذي قال له رسول الله ما أزلت السمراء ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. حينما كان الإمام أمير المؤمنين مضغوطا من الظروف السياسية في أيام 25 سنة، كان الإمام يسكت حفظا للإسلام وبقاء على الأمة الإسلامية. في هذه الأيام أبو ذر كان هو اللسان الناطق لأمير المؤمنين عليه السلام. كان يمشي في أسواق المدينة وكان يقول أيها الناس إن هذه الآية هكذا مو كما يقول عثمان ابن عفان. كان عثمان يحاول أن يحذف حرف الواو من قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة، ولكن أبو ذر كان يقرأ كان يقول إني سمعت بهاتي أذني عن رسول الله إن الآية الكريمة والذين يكنزون ليس الذين يكنزون. الآية في سورة البراءة فيكم أن تراجعوا فيها وتلاحظوا الفرق بين الكلمتين. فإذن أبو ذر كان مواليا مثل مالك ومثل عمار ولكن فوقهما لأنه كان لسانا ناطقا لأمير المؤمنين. حينما كان الإمام أمير المؤمنين مضطر أن يسكت ولا يتكلم. أعلى درجات الولاية أن يستشم الإنسان كلام الولي وهدف الولي وإرادة الولي ويبدأ بتنفيذه. يعني في الحقيقة أبو ذر الغفاري كان يهيئ الأجواء ويوسع نطاق العمل لوليه ولمولاه أمير المؤمنين باتخاذ المواقف السياسية التي كان يتخذها رضوان الله عليهم أجمعين وحشرنا الله معهم. لا أماتنا الله مديونا لهذه الدماء الزكية الطاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله.